يحكى أن هناك شخصين عظيمين في عالم كرة القدم، أحدهما هو ليونيل ميسي، والآخر هو كريستيانو رونالدو. في كل لقاء جمع بينهما على المستطيل الأخضر، كانت الملحمة مضمونة والحماس في أشده. عُرف ميسي بمهاراته الساحرة التي لا يمكن لأي مدافع توقعها، كما لُقِّب البرغوث لقدرته على اختراق الصفوف بلمسات خفيفة وتسديدات قاتلة. يعتمد ميسي على رؤيته الفذة للملعب، وموهبته الطبيعية التي تبدو كالسحر وهي تسرق الأنظار. في الجهة الأخرى، يقف رونالدو كالجبل الراسخ، بقوته البدنية التي ترهب الخصوم وسرعته الخارقة التي تخطف الأنظار. رونالدو، المعروف باسم الدون، يجيد القفز بسرعة البرق لضرب الكرة برأسه بشكل محكم، كما يشتهر بقدرته على تسجيل الأهداف من أي زاوية كانت. للجماهير، كل مباراة تجمع بين هذين النجمين هي مناسبة خاصة، حيث تتناقل قصص التفوق والإثارة بينهم عبر الزمن. يرى البعض رونالدو الأفضل بسبب قدراته البدنية والتزامه الحديدي، بينما يميل آخرون إلى ميسي تقديراً لمهاراته الفطرية وإبداعه في صنع الفرص من لا شيء. في كل موسم، يتهيأ العالم لمشاهدة المنافسة المحتدمة بين الاثنين، ورغم تجاوز ميسي ورونالدو الثلاثينيات من العمر، إلا أن الحماس لم يتلاش. بالنسبة لعشاق كرة القدم، هذه المنافسة لن تنسى، وستظل تراثاً يروى للأجيال القادمة، كجزء أساسي من حكايات المستديرة الساحرة.